السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم احمد من قناة بيت العيلة. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض طاجن الجمبري. سهل جدا جدا جدا، اسهل حاجة، قيمته الغذائية عالية قوي، طعمه حلو قوي قوي قوي، فوسفور عالي وطعمه تحفة، بيبقى مسكر فعلا، تحس انه فيه سكر. وسهل جدا، طريقته سهلة جدا جدا. اول مرة يشوفونا سبسكرايب للقناة ولايك وشير وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. يلا بينا مع بعض على الطريقة. ده جمبري مغسول ومتنضف، والحبل الرملي اهم حاجه يطلع علشان خاطر ما يبقاش مقرقش وفي رمله، تحس ان في رمله من جواه. لا، مغسول ومتنضف وتمام التمام. وعندي فلفل وبصل وطماطم متقطعه زي السلطه كده شرايح. وهجيبي طاجن او صينيه بايركس او اي صينيه عندك، او طاجن او اي حاجه. خلاص. هنحط فيها الخضار بالشكل ده. تمام. كله متقطع كده شرايح او زي السلطه. تمام كبير. ونيف ني، مش هنقلله ولا اي حاجه. احلى حاجه في الطواجن يكون نيف ني. وهنحط عليها الثوم والزعتر والكمون، الخلطه اللي احنا بنحطها دايما للسمك. الكمون والزعتر والكاري والثومه بتاعتي او الدقه والرشات دي كلها. وطبعا رشه شطه كده تديله ايه، يعني شويه سبايسي كده، بيبقى طعمه حلو وحرش. خلاص. وهننزل بقى بالجمبري، نحط بقى شويه الملح بتوعنا، الملح بتاعنا خلاص. وممكن برضو حاجة صغيرة سكر بسيط خالص، دي مش محتاج طماطم، بيبقى لونه حلو. تمام. بالشكل ده. وبنيجي حاطين فردينه كده وحاطين عليه الايه الجمبري، وندخله في بعض، نقلبه كله في بعضه. خلاص. اهو بياخد من الخلطة، كله بياخد من بعضه. تمام. ورشة زيت صغيرة، ولو احتاج نص كوباية مية بس، هو هيصفي كل ده، بيصفي سوائل، مش بيحتاج مية ولا حاجة. بس انا بقولك يعني في اي طواجن لو احتاج، الجمبري اصلا مش بيحتاج سوا خالص، مفيش، هيصفي المية بتاعته، مفيش، اول ما يحمر خلاص. ما بياخدش وقت. خلاص. ومسخنه الفرن بتاعي حامي، وهدخله على طول الفرن، مش هياخد اي حاجة، يحمر كده ويبقى تمام التمام. هيبقى جاهز قدامنا زي ما انتم شايفين بالشكل ده. والليمون زي ما انتم شايفين، اهم حاجه الليمون ده عصرته على الوش وسبته القشر زي ما هو كده، مش هيمرر ولا حاجه، وطلع معايا زي الفل. ما شاء الله عليه. طعمه بقى وهم. حتى الخضار اللي فيه ده وانت بتاكليه مع الرز او كده طعمه تحفه، كله جمبري، طعمه تحفه فعلا بجد. بالف هنا وبالف شفا. يا رب تكون الحلقه عجبتكم. ان شاء الله انتظرونا في حلقه جديده، وصفه جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.